شايفين لون الجمبري والفيليه ذهبي وكريسبي ازاي؟ هقول لكم وصفة دنيا الجمبري في 5 دقايق بس. بسم الله الرحمن الرحيم. متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصلكوا كل جديد، واعملوا لايك وسيبوا كومنت حلو. اول حاجة انا بستخدم فيليه 10/10 اللي لونه احمر، هقول لكم ليه. وال 10/10 اللي لونه ازرق في الجمبري. ليه؟ الجمبري لما بتجيبوه 10/10 اللي لونه رمادي ده ما بيبقى الرملة اللي بتبقى في ورا الجمبري ما بتبقاش موجودة، يعني مش بتحتاجي اصلا انك تشيليها. اما 10/10 الاحمر ليه في الفيليه؟ عشان مش بيبقى فيه شوك. لو جبتي لون غير ده هيبقى مليان شوك، والجمبري لو جبتي لون تاني غير اللون ده هيبقى مليان الرملة بتاعت الجمبري اللي بتبقى فوق. طبعا هو مجمد زي ما انتوا شايفين. هنفكه في مية، بنسيبه لحد ما يفك خالص. التوابل بتاعتنا اللي مش هنستخدم غيرها: دبس رمان، ملح، كزبرة ناشفة، بابريكا مدخنة، حبة كمون، وطبعا سكر. هقولكوا كل ده ليه. لو عملتوا الوصفة دي بالظبط هتبقى بجد بجد زي طعم دنيا الجمبري بالظبط. طبعا كده فك معانا. بصوا ما فيش الرملة خالص، ما عملتش فيها حاجة، يا دوبك فك الفيليه بس قطعته التقطيع ده يعني يبقى مربع. بنجيب طبعا على حسب الكمية، احنا عشان شخصين بس، فحبة هو الملح على قد حبة هو التوابل. بنحط كله على بعضه. لازم تحطي كل المكونات دي، لو ما حطيتيش مش هيطلع لك نفس التيست اللي بقولك عليه. اهم بقى حاجة في الوصفة دي الدبس الرمان، يعني غرقي غرقي كل ما بتحبي غرقي. طبعا واحنا لما عشان نسيبنا الجمبري يفك بنصفي المية منه خالص، وبنحط عليه حبة سكر، حبة سكر حبة صغيرين، ونفضل نقلب نقلب نقلب، وتسيبيه في التلاجة يوم، طبعا عشان التتبيلة تخش في بعضها. لو عملت الوصفة دي بحذافيرها هيطلع لك نفس النتيجة دي. بتجيبي حبة دقيق، ما بتكتريش الدقيق خالص، ولازم قبل ما تحطيه في الدقيق لازم تصفيه من التوابل والمية بتاعته جدا. لو ما عملتيش كده هتلاقي الكريسبي اللي عليه ناشف وحجر وجبس. ولازم تنفضيه من الدقيق كويس قوي. يعني بصوا حبة الجمبرية عاملة ازاي، هي دي الطبقة اللي انا عايزاها. ما يبقاش ولا في حاجة مكلكعة، ولا لازم كل حاجة تكون متغطية. تفضلي تعملي الحركة دي كل قبل ما تعملي عشان ما يلزقش في الطبق اللي انتي حطاه. لازم الزيت يكون سخن جدا عشان اول لما تحطي يطلع لك القرمشة والكريسبي واللون الذهبي في الاخر. لو حطيتيه والزيت مش معمول هتلاقي كل الدريسنج اللي عليه كله وقع، والدقيق كله وقع في الزيت. تحطيه واحدة واحدة، والجمبري تحطيه واحدة واحدة، ما بتحطيش كبشة مع بعض. لو حطيتي كبشة مع بعض كله هيلزق مع بعض. واول لما تحطي ما تقلبيش على طول، سيبي عقبال لما ياخد وش بقى تقلبيه بشوكة واحدة واحدة. شوفوا بقى الشكل والطعم والريحة بجد خطيرة. طعمه مسكر، دبس الرمان مخليه مسكر جدا جدا جدا. واول لما تطلعيه اعصروا عليه نص ليمونة، وبالهنا والشفا. شوفوا لونه الخطير ازاي. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكوا كل جديد. القرن الفلفل بتاعكم والنص ليمونة هتوديها في حتة تانية.